انه انا دائما اهاجم لانه خليجيه. ليش انت يعني حورتي الموضوع؟ انت سمعتيهم شو يقولون؟ للجنسيات. سمعتي شو يقول؟ يا بدويه. شو معنات يا بدويه؟ يعني يا بنت الخليج، احنا اللي لبسناكي، احنا اللي عملناكي. عملتوني في ايش؟ اصلا انا لا اؤمن في التجميل في لبنان، ولم اجري عمليات تجميل في لبنان ولا غير لبنان. بس ليش ربطتي موضوع الزباله؟ قلت انه بدل ما تحكوا في احلام، لان هم الكلام اللي بيقولوا انا اعتبره زباله. انا احلام اعتبره زباله. فبقول لهم بدل ما تتكلموا هذه ترموا زباله زياده، انزلوا على الشوارع نظفوا الزباله كعمل قومي، كعمل وطني. هذا الكلام انا قلته، بس انا ما توجهت بالكلام والاساءه للشعب، وانا احترم الشعب اللبناني. انا عشقت في لبنان، انخطبت في لبنان، تزوجت شهر عسلي كان في لبنان. انا يمكن احب لبنان اكثر من اللبنانيين. اعطيني بيروت عجل بالخط شوي، اعطيني بيروت وصلني عالصنايع. فالناس اللي انا قلت اللي وصل لهم التغريده الثانيه اللي هم افتكروا اني انا اسيء للبنان، اكيد انا ابغى اعتذر منهم، لان التغريده وصلتهم غلط. انت بتقولي انه هم هاجموكي لانه انت احلام، لانك انت خليجيه. في فنانين خليجيين ثانيين ممكن اقول لك لم يتم الهجوم عليهم. بقول لك شيء، هي هذه الست تهاجمني ليش؟ ليش تبي تمنعني من دخول لبنان؟ مو من اليوم، عندي تغريدات لها من اكثر من 4 سنين من بلشت عرب ايدل، وهي تقول راح امنع احلام تدخل لبنان عشان ما تسوي برنامج عرب ايدل. هو هذا هدفها. طيب ليش دائما بتهاجم احلام؟ محمد عبده خليجي، نوال الكويتيه خليجيه، في فنانين كثير على الساحه خليجيين، ليش دائما احلام يعني؟ احلام لان هي المهمه حاليا. انت بتشوفي نفسك انت المهمه حاليا؟ طبعا. اهم من محمد عبده؟ لا، محمد عبده ما راح لبنان، محمد عبده عمل برنامج حتى فنان العرب في دبي، ما راح لبنان.